بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. وبعد حقيقة دعنا نتكلم حقيقة دعنا نناقش حقيقة نقاش لنقطتين مهمتين. النقطة الأولى قصة الموضوع بتاع رجوع فلول الجيش وجيوش الكيزان للمفاوضات بعد أن تمنعوا من الرجوع انسحبوا من المفاوضات، وعملوا هيصة بتاع أنه والله ما عارف هنالك شروط ما بعرف، أو الدعم الشرعي لم يلتزم بإيه ولم يلتزم بشنو، وانسحبوا. ولما وفجأة بس الكباش هذا طلع من هنا وطلع بطوال، طلع جاري على المفاوضات. بالرغم انه الدعم السريع لا يلتزم لهم بأي حاجة، ولا هنا هم دارين يفرضوا كم شروط، يفرضوا شروط على الدعم السريع، وشروط الدعم السريع رفضوا الشروط ورفض يلتزم بها، أو أساسا شروط أساسا واهية ما فيها لا محل، ما عندها أي محل، لأنه أساسا الكلام بتاع أنه والله بيوت الناس ما في منطق في الكلام ده. الدعم السريع استولى على كل معظم المقار العسكرية بتاعت الجيش في العاصمة، عشرات من المقار، يعني ما يحتاج يقعد له بيت زول أساسا دي وحده. وغير كده الحرب أساسا في مدينة مكتظة بالسكان زي الخرطوم، الحرب أساسا كانوا فر، زي ما يعني الجيش نفسه في أثناء الحرب خش الأحياء، خش المناطق هنا. فده كلام ما منطقي. بعدين غير كده الثاني الحاجة اللي هنا إنه أساسا المواقع العسكرية اللي هو الجيش عاوز يحررها ويشيلها، يعني يطلع من قبضة الكيزان فلول الجيش كلها في داخل المدينة، في داخل المقرات، الأحياء السكنية، الأحياء مكتظة بالسكان. الحرب حتكون وين؟ ما حتكون داخل المدينة. عشان كده ما كل ده كلام تاني. لما لقوا انه الحكاية وحياتهم اللي بيتكلموا عنها ما تعرف شنو، طلعت كلها فشوش وكلام ساكت طبعا. ولقوا انهم يعني لما لقوا انه الواقع في ارض المعركة ما في صالحهم، ولا الحكاية كلها ماشية في عكسهم، واساسا من قامت الحرب دي اساسا الجيش والكيزان، حتى بكتائبهم بتاعت سماهم كتائب مجاهدين، كتائب بتاع المتطرفين ديل براء ما تعرف ايه، وما تعرف كتائب القوات الخاصة، وما تعرف هيئة العمليات رجعوها. وكل الأوهام دي كلها ما نجحوا في أي حاجة، ما فازوا في أي معركة من معارك الخضاء مع الدعم السريع من قامة الحرب دي، ما انتصروا في أي معركة. والآن وجدوا أنه الحكاية يعني البساط بينسحب من تحت رجلهم، لأن الدعم السريع كل يوم بيستولى على مقر من المقرات، وكل يوم بتضموا عشرات أو مئات الجنود وضباط وغيرهم بيتضموا للدعم السريع وهناك. وكل يوم الدعم السريع بلقى سند وموافقة مؤازرة شعبية من شتى الكيانات المجتمعية بتاع السودان. لقوا نفسهم في ورطة كبيرة، ولقوا نفسهم أساسا. وبعدين قعدوا محاصرين كده، لهم محاصرين في الحفر بتاعت هنا القيادة العامة، وفي المدرعات، وفي معارف السلاح الطبي، وهناك في وادي سيدنا. أو يعني محاصرين هسه عندهم 6 شهور محاصرين. البرهان نفسه جرى هرب جرى، يعني يلا هنا زي ما قالوا خفية كده، وحاول المهم طلع منها بصورة أخرى، عارف المهم. وثاني لحقوا البرهان، لحقوا نفسه الكباش أيضا جرى بعد فترة، لكن جرى راسه عديل، جرى ماشي المفاوضات عديل، يعني كلام حكاية باظت، الحكاية باظت. عشان كده الحكاية ما تنفع، يعني ما ينفع قصة أنه والله المكابرة ونحن ويا ثم تعرفوا الجماعة أو موهومين اللايفاتية الكثيرين الموهومين التابعين للكيزان، وحدين تابعين للعنصريين الجهويين وكده، يروجوا جيش ما عارف انتصرنا، الجيش انتصر، الجيش حينتصر، ما بعرف شنو. هسه كلهم عرفوا. بعدين هسه حاليا بعد ما هنا واخيرا هسه لما جاتهم وقعت في الراس وكسرت الراس دي، وهنا سقوط الفرقة 16 بتاعت نيالا دي، طبعا كانت هنا. هسه لهم كانوا في البداية بنكروا ما سقطت، وما عارف الجيش ما عارف عمل هجوم مضاد ولا ما تعرف شنو، سحب تكتيكي ورجع ثاني وما تعرف شنو، وانه والله يكبل وعبد الرحيم دقل ما عارف ايه، وثم تعرف كبل الدعم السريع شنو، وانه والله ما عارف صحيح ما سقطت، لكن ايه كله كلام طلع فاضي سائل. الان كلهم رجعوا
كلهم رجعوا هنا، يرجعوا يقولوا هنا يا صح أكدوا هنا، رجعوا زي ما قالوا اقتنعوا بأنه سقطوا. وفي النهاية طبعا ودعم السريع عمل معهم بحسب عقليتهم المتخلفة دي، ولا رد عليهم بأنه والله يا داري يثبت لهم أنه سقط ولا ما سقط، خلاهم براهم خلاهم براهم يرجعوا يعرفوا أنه سقطت. الحقيقة ستار نيالا بكل ما فيها من مقام هنا من الإمكانيات. لذلك أنا حقيقة عندي قهوة بشرب فيها معذرة يعني. لذلك الكلام الكثير اللي ما عنده معنى ده فهنا هسه حاليا طلعوا على مركز الكباشي. طبعا الحمد لله قاعد يعني نفد بجلده، يعني زي ما قالوا طبعا ممكن حمد ربنا صلى ركعتين، ممكن شكر لله طلع نفد من الحكاية، نفد بجلده. والجماعة كانوا قالوا هنا قاموا قالوا يهللوا وكبروا ما عارف. كباشي طبعا هو هرب أساسا، هرب، قالوا انتصار، بيعتبروه انتصار ده، هرب. وبعدين واحد هرب كمان تو قالوا هنا قالوا يا سلام كباشي والأسد مرق يا ما تعرف. قالوا دايرين إنه كان يقود لهم العمليات هنا في الخرطوم. هو الكباشي دار ينفذ بجلده وجرى مشى البورسودان، وقال له جاب مسرع قال اوكي، قال لا حسن نشوف طريقة إن نلحق الموضوع ده. أول أعلن إنه قال حيرجع وفدهم للتفاوض. سبحان الله. ومع ذلك طبعا هو في حاجات خفية، لأنه أكيد الكباشي والبرهان نفسه جاتهم قرصة في الأذان هنا، لأنه يعني على أنه لازم يبعدوا من يبعدوا الكيزان ديل، لازم يبعدوا الكيزان، لازم يبعدوا الكيزان ما يتسلطوا على قرار الجيش، لأنه الكيزان حقيقة كرت محروق. وهسه حاليا اتضح كرت محروق، واتضح أنه يعني اتضح انهم يعني هنا اتضح للعالم كله. طبعا مو من زمان الكيزان اساسا يعني فئه كده مدمره، لكن طبعا هسه حاليا اتضحت الحكايه جليا جدا، لانه العالم كله اتضح من استخبارات عالميه يعني وصلت لحاجات تاكد انه الكيزان ده مصيبه كبيره. وطبعا زمان كرتي عمل فرضوا عليه عقوبات، واخيرا فرضوا عقوبات على واحد مجرم اسمه طباسة حمزه. واتضح انه الكيزان ديل هم اساسا يعني الكيزان هم يعني يعني بيخربوا في الهناية في الاستقرار، وبيلخبطوا في عاملين لخبطة على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الاوسط، يعني بيولعوا في الفتن والمصايب، وبدعموا الاتجاهات المتطرفة. عشان كده كده البرهان جاته قرصة في الأذان من الجهات المختلفة انه يعني لازم يبعدوا الجيش. عشان كده الجيش هسه حاليا واضح انه قرر يبعد شويه من الكيزان، لانه اساسا واضح من الوفد بتاع التفاوض، التفاوض كله عساكر زمان شالوا الوفد القديم ده بتاع دفع الله مين ما تعرف، الكوز العجيب ده، والاخرين كلهم كانوا كيزان اساسا لا خير فيهم. وهنا فهي هسه حاليا كون الجيش غير الهناية ده بيغير الوفد بتاعه لعساكر صر زي ما قالوا. فده ذات دي برضه واضح انه دار يبعد من الكيزان شويه، بالرغم انه نحن في الشعب السوداني طبعا مقتنعين وعارفين انه الضباط الكبار ده الناس لواء وشنو ده كلهم، وحتى عميد ذاته من عميد وفوق ده معظمهم ما نقول كلهم لكن معظمهم كيزان. لكن في النهايه طبعا حتى هو العميد ده حتى لو كويس في النهايه بيشتغل بالاوامر، وهنا اوامر جاته من البرهان انه امشي وهنا، واكيد هنا ما اقدر تاني. وها حاليا هسه حاليا كل المبادرات دي اتلمت او تجمعت في حته واحده. المبادرات بتاع كلها جمعت جده والايجاد وهنا الاتحاد الافريقي وكلها اتلمت في حته واحده في جده هناك. وبعد ده في موضوع خارطة الطريق واضحة، لازم ما في لهم طريقة، ما في طريقة لكل الأطراف، بالذات الفلول ما يقدروا يحتجوا بأي حجج ما عندها معنى، لأنه الشعب السوداني حقيقة تعب جدا من الحرب دي، وحرب ما عندها أي معنى، حرب دمرت الإمكانيات الشعب السوداني، ومن أهم إمكانيات دمرتها الإمكانيات البشرية، الطاقة البشرية حرقتها الحرب الملعونة دي. يعني الحرب الملعونة حرقت يعني قتلت عدد كبير جدا من شباب يعني من الشباب الشجعان ذاته، بالذات الشباب بتاع الدعم السريع ده، الناس شجعان، ناس البلد كان ممكن تستفيد منهم فائدة عجيبة جدا، مش الجماعة اللي لملمون بالمصالح وهنا ذلك، ولا بتاع الكلية الحربية ماشيين أساسا خشاب بالواسطات، والكل مصر بعد الحرب دي بدأت، بعد الحرب دي بدأت كلهم جروا، واحدين جروا مشوا مصر، واحدين مشوا تركيا، مشوا وين، وهنا واحدين كانوا في إجازات أبوا يرجعوا وانسحبوا، واحدين أخذوا إجازات بس بداية الحرب كده،
كلهم ودي الضباط، معظمهم ضباط ده كلهم خشوا الكلية الحربية بالواسطات أساسا، لا خير فيهم أساسا بالمرة. لذلك الحرب هذه حرب مدمرة الحقيقة، مدمرة، خربت البلد، دمرت البنية التحتية، دمرت الاقتصاد، دمرت أي حاجة. حرب ما عندها أي معنى. حرب بس الكيزان طبعا دايرين عشان بأي صورة يرجعوا للسلطة، وحساباتهم كلها غلط. يعني الكيزان سبحان الله حساباتهم غلط، عشان كده لأنه ربنا أساسا زي سحب منهم، ربنا انتزع منهم الملك. المفروض كان يتعظوا من ربنا، انتزع منهم الملك، المفروض يتعظوا الكلام، لكن سبحان الله لا يتعظون، لا يتعظوا الكيزان. كيزان بشر غريب جدا، لا يتعظون بالمرة. يعني الحكاية واضحة، ربنا انتزع منك الملك بعد الفساد والإفساد اللي عملته، وعملت خربت زمام الشعب السوداني، وشقيت، فصلت البلد لبلدين، يعني عملت الحرب حرب هنا، زكيت النعرات العنصرية، عملت يعني عملت يعني عمايل ذات الشيطان ما يعمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل المصايب دي عملوها الكيزان، وانت ربنا انتزع منهم الملك، وكمان كمان بلطف يعني بعد ده كله اتأمروا مع اللجنة الأمنية بتاعت البشير، وسهلوا لهم، مشوهم لحكمهم لأي حاجة، يفترض كانوا يتحاكموا كلهم. لكن عموما بعد ده كله هم ما لا ما اقتنعوا، ما يعني ما بعد ده كله ما اقتنعوا، وما يعني ما يعني ما حمدوا الله على انه الحكايه جاتهم بالسهوله دي، جات كده لانه يعني هنا مشت لهم الامور، التغيير كان سلس يعني باي حال من الاحوال. لانه لو في اي بلاد تانية كان انتقموا منهم، كان الشعب السوداني انتقم منهم وهنا واقتص منهم. لكن عموما ما يتعظوا حقيقة. حتى مين فضل الاعتصام؟ فضل الاعتصام سبحان الله الكيزان فبركوا بطريقه. طبعا هنا هسه طبعا قعدوا يكوركوا لما البرهان قال انه والله الدعم السريع فضل الاعتصام، وقعدوا يحلوا يكوركوا، قالوا والله اعتبر عاوده دليل ايه، ما تعرفوا كلام فارغ طبعا، لان البرهان عارف الكلام ده ما صح وكده. وفي النهاية الدعم السريع كان حتى لو هناك مشارك زي أي مجموعة ثانية من القوات النظامية، لكن الدعم السريع معروف، وحتى يعني كل العالم كله شافه. الدعم السريع حتى شاركوا لأنه في ضباط انتدبوهم من الجيش، وانتدبوهم ذاته مخصوص للحكاية دي، انتدبوهم من الجيش عشان في الاعتصام ده هم يوجهوا ما إلا ما الدعم السريع ذاته المتدرب، وضعوا يا جماعة هنا المستجدين تحت التدريب، ادوهم عصايات، قال لهم مش اضربوا هنا، دقوا الجماعه دول، دقوا هنا المعتصمين يعني. والناس شافوهم يعني دعم السريع شايل عصايات بس. لكن الكيزان كانوا عندهم الجماعه القناصه ديل في المباني الطويله اللي حول بوابات القياده، هم ضربوا وقتلوا الناس على مع سبق الاصرار. والاداريين طبعا هم طبعا كانوا دارين يستطيعوا يعني من الغباء بتاعهم او من الفكره الشيطانيه الرجيمه بتاعتهم، كانوا عاوزين كانوا عاوزين يصطادوا عصفورين بحجر واحد. هم بيفتكروا انه بفضلهم الاعتصام ده خلاص بنهي الثوره ويرجعوا تاني هم يسيطروا، دي واحده. والتاني بيفتكروا انه دارين يحرقوا الدعم السريع قدام المتظاهرين، لانه المتظاهرين بعد وقفه الدعم السريع في وقفه القائد حميدتي في طيب الحسناب، لما كان بشير جابوا عشان يضرب المتظاهرين، وقف القائد حميدتي لما رفض ورفض انه يضرب هناك. فكان في بدايه الثوره الشعب والثوار بالذات، الثوار كانوا يعني ثمنوا موقف الدعم السريع، وعملوا صورته كبيره وشطلوا على انه الذكران الخوف الكيزان ذات الحكايه. طبعا دي غاظت الكيزان جدا. وهنا وغير كده هم ما الكيزان وحدهم، كل الكيزان على النخب المركزيه المسيطره على السودان من 56. طبعا شافوا انه الدعم السريع جاي بقوات ضخمه جدا وبعتاد وبحاجات، فقالوا دي الحكايه دي هنا، خافوا انها دي تزلزل عروشهم ومشاكلهم. عن كده قالوا دايرين يحرقوا الدعم السريع، يحرقوا صورته. طبعا الدعم السريع باعتبار انه كلهم ناس الغرب وكلهم من الغرب ومعظمهم يعني، فالحكايه دي ما راقت للجماعه دي. هم كانوا متفقين، النخب النيليه النخب المركزيه دي كانت متفقه مع الناس البرهان والجماعه دي ومع الكيزان اللي خططوا للحكايه دي، لانه حتى بالذات كانوا دارين يحرقوا صورة الدعم السريع قدام الشعب السوداني، او قدام السوار بالذات يحرقوا صورة الدعم السريع. لكن حكاية سبحان الله الحكاية كلها جات عكسهم، بالذات الكيزان خططهم خطة اللي عملوها يعني عشان يخلصوا بنفس الطريقة، يخلصوا من السوار، وافتكروا انه حينزلوا هنا يرجعوا ثاني للحكم، وبنفس الطريقة كانوا دارين يحرقوا الدعم السريع
عشان يخلي لهم الجو، كل الاثنين جات عكسهم، الحياة اللي خططوها كلها جات عكسهم سبحان الله. وده ما بعد ذاك تاني بعد فترة كمان سبحان الله قاموا خططوا الانقلاب بتاع أكتوبر 21 2021. كمان سبحان الله جات عكس الحكاية تماما، بالرغم انه البرهان رجع لهم معظم الحياة اللي شالتهم منهم لجنة ذات التمكين، ورجعت لهم حياة كثيرة، ورجعوا ناسهم كمان في رفضوهم، ناسهم رفضوهم رجعوهم، وحدين رجعوهم بالمزيكا والاحتفالات وكده وهنا. ولكن سبحان الله بالرغم انه يعني رجعت لهم حياة كثيرة واموالهم وحياتهم رجعت لهم وسرقوها وشالتهم منهم للتمكين، رجع لهم البرهان رجع لهم، او حقيقة هم رجعوا لنفسهم، لانه البرهان هو اساسا ذاته هو عبد المعمور، هو اساسا الجماعة ذاك مسيطرين، هم اللي كانوا نفذوا الانقلاب، هم اللي كانوا بنفذوا اي حاجة وطلعوا قرار باسم البرهان. فعموما برضو الحكاية ما جات، لانه العالم كله وقف ضد الانقلاب، ووقفت كل المعونات اللي كانت بتجي. والهناية بالرغم انه الدكتور حمدوك كان وصل مرحلة يعني متقدمة جدا جدا، يعني رفع السودان من القائمة السوداء، ورجع السودان الهيئات المالية العالمية، وعفى ديون السودان، وعمل حاجات مهمة جدا. هي دي كانت الأساس اللي هي كانت المفروض تتعمل عشان الاقتصاد يمشي، لأن الاقتصاد كان منتهي، الاقتصاد كان صفر، الكيزان خلوه صفر. ولو ما عمل الحياة دي ما كان الاقتصاد بيمشي لأي خطوة قدام. كانت يعني الخطوات الأساسية بدأ كان الاقتصاد يتعافى والأمور بدأت تمشي، وكان ممكن الأمور كده كان السودان ماشي قدام جدا كما الكيزان يتأمروا. لكن سبحان الله الكيزان يتآمروا وهنا وتآمروا في عملوا الانقلاب، وبرضه جاته زي ما حكينا جات عكسهم، يعني مشت ما في اتجاههم، لانه العالم كله وقف ضد الكلام والتمويل. هم كانوا يفتكروا انه خلاص بعد العقوبات اترفعت وشنو القروش بتجي وخلاص بعدهم هم بيسيطروا، وقفوا منهم القروش، وقفوا منهم الحياة كلها، العالم كله رفض يتعامل معهم. الحكاية رجعت للصفر، رجعوا تآمروا كده نمنها. وبعد كمان جاء الإطاري اللي كان ممكن يحل على الأقل يعمل حل مشاكل السودان وكده، اتآمروا على الإطاري وهنا لحد ما قوموا الحرب، وحرضوا على الحرب، وحرضوا على الإطاري، ونفخوا الموضوع وجهزوا يعني جهزوا الأمور جاهزة، وفتنوا الجيش والدعم السريع وخلوهم جاهزين بس عشان هناك. بعد ذاك قاموا ولعوا في يوم 15 هم نفسهم، لأنه هم هجموا على المدينة الرياضية، هجموا على الدعم السريع، هجموا على الكيزان. دي حاجة أنا بصراحة من الناس اللي مقتنعين بها، لأنه أساسا الكيزان هم كانوا رمضان ده كله بحرضوا عشان اللي قال يعني لكي يعني يخلقوا الفتنة. هم هدفهم يعني إبطال العملية السياسية المبنية على الإطاري. لذلك الكيزان هم سووا المصايب بتاعت البلد، وبالتالي يعني لكن كمان سبحان الله يعني قوموا الحرب، والحرب مشت عكسهم، لأنه برضو كانوا تقديراتهم غلط 100%، لأنه كانوا يفتكروا أنه الحرب دي يعني كانوا يفتكروا أنه يعني بس يعني هنا الحرب دي يعني هم يعني ناس أغبياء سبحان الله، أغبياء جدا. يعني هم يفتكروا أنه يعني هم الدعم السريع ده ممكن يقضوا عليه في بس خلال ساعات، 3 ساعات 72 ساعة زي ما قالوا، 3 يوم يعني وكده، وخلاص يعني. وذاك هو يستولوا على السلطة في البلد ويسيطروا هنا. ويعني ده قضاء ذاته عجيب، يعني الدعم السريع قوة قواها مئات الآلاف من الجنود ومسلحة هنا جدا. ويا سبحان الله في زول يفكر بالطريقة دي، كان مالك الله زول ربنا عامي بصيرته، هو كذا ربنا عامي بصيرتهم، لذلك يتصرفوا بهذه الطريقة الغبية. عموما الشيء اللي حصل انه هسه حاليا قالوا رجعوا لحق فضيلة. على كل حال كونوا يرجعوا ثاني للتفاوض، وهنا مرة دي رجعوا صاغرين، لأنه الحكاية ما في صالحهم، ما في صالحهم، حاليا ما في صالحهم. طبعا هسه بكابروا ويقول والله الخرطوم يعني ما الدعم ما مسيطر يا كلام زي ده. طبعا ده كلام ولا في منطق. وحتى الجماعة المؤيدين لهم المؤيدين للفلول بتاعنا، الفلول اللايفاتية، طبعا برضو هشكروا في الكلام الفارغ ده، انه والله ما الدعم السريع ما مسيطر وكده. هنا الجيش وينه هسه؟ الجيش ما في، الجيش عنده غير جزء من القيادة العامة الكبيرة دي، رئاسة الجيش في السودان كله. الدعم السريع الجيش عنده جزء منه بسيط، جزء بسيط.
والمدرعات يمكن 80% ما هنا تحت عند في يعني مستولي عليها أو مسيطر على الدعم السريع. الجماعة ديل الجيش بتاع الكيزان هنا منزوله في زاوية بعيدة كده وعمل دفاعات، وطبعا عمل لها ألغام وحاجات يمكن هنا بس. هنا عندهم هناك السلاح الطبي أو المهندسين. المهندسين طبعا محتمي بالسلاح الطبي لأنه السلاح الطبي جنبه، طبعا الضرب شوية فيه صعوبة. في الناس أكيد طبعا الناس يعني بيراعوا للجوانب الإنسانية وكده. وهناك وادي سيدنا طبعا برضه يعني برضه يعني أساسا هي طبعا يعني هي أساسا يعني هو أساسا يعني الناس أساسا خطوا قالوا إنه هنا ذاتها يعني ما حتكون معصية ولا تكون حاجة على كل حال. لكن عموما طبعا هذه دي المحلات الجيش عنده، ما الجيش ما عنده تاني أي حاجة غير ده، ما عنده دي في الجيش دي في الخرطوم كله الجيش هو. يقول لي ما تقول لي قال والله الدعم السريع مسيطر على أرض الواقع، ويوم من الدعم السريع هو الحايم في المدينة، وهو اللي بيوزع للمواطنين المساعدات، وهو اللي شايف حال المواطنين. الجيش ما في، الجيش نهائي ما ولا موجود في أرض الواقع. الجيش ما موجود. في جماعات هو جماعة نفخوا ناس الانصراف وناس شنو قالوا كلهم قال ما أعرف مجموعات كده بتاعت مسافرين غشوا لهم شباب كده مساكين أولاد صغار مساكين غشوهم بيضربوا فيهم. جاء واحدين جابوهم ولا يعرفون يعني زي ما قالوا هو جاء الدعم السريع هجم عليهم قتل منهم جزء باقي شتت. واحدين خدتوهم في حطاب برضه الدعم السريع هجم عليهم. ويعني هم للأسف بيجيبوا أولاد الناس المساكين البسط ده اللي بيقتلوهم هنا، وهم قاعدين مختبين مختبين إما في السلاح الطبي أو جزء من القيادة اللي قاعدين فيه، ولا جزء من المدرعات، ولا في شوية هنا في وادي سيدنا وهنا في، ولا الجماعة الهرب ومشوا بالسودان برهان وكباشي وغيرهم من الجماعة، وخلوا لك أولاد الناس المساكين دي يجيبوهم قالوا مستنفرين يجيبوهم يقتلوهم هنا وهنا. ده كلام طبعا سخف ما عنده أي معنى. لكن على كل حال حرب ما عندها معنى، حرب دمرت السودان وخربت البلد. والمهم في الأمر إحنا الحال بيتهم الشعب السوداني الآن هنا يشوفوا طريقة يتفاوضوا بجدية في جدة دي، بجدية في جدة على أساس إنه يصلوا لحل سلمي لهذه الأزمة. حل على الأقل يوقف هذا الخراب والدمار، باقي يوقف يعني النفاذ هنا استنزاف المقاومات بتاع الشعب السوداني، مقاومات بشرية ولا مقاومات مادية ولا غيرها ولا حربية. ده المطلوب هسه حاليا. أما الكيزان طبعا الكيزان دي سبحان الله دي حتكون قسمة الظهر بالنسبة لهم، ما حيكون عندهم تاني نهائي فرصة يعني، ولا الشعب السوداني ذاته حيكون عنده، ولا هم ذاتهم تاني حيكون عندهم عين عشان يقدروا يرفعوا على الكيزان، لأنه هم هسه الحرب دي دمروا وخربوا أي حاجة. وهنا وحتى ذاته سقطوا في نظر هنا حاليا هم سنبقوا كرت محروق. العالم كله ذاته العالم كله ما نهائي ما معهم ولا حيكون معهم بأي صورة. لذلك أحسن خطوة التفاوض أحسن. التفاوض أحسن، وقبل ما تتطربق وتقع الفاس في الراس زيادة. هم هنا هسه سمعنا أنه ناسهم وكتايب طبعا هسه ملاحظ الفترة الأخيرة مما بدأ من العالم يعني اكتشف أدوارهم الخبيثة اللي بتهدد السلم في الشرق الأوسط كله. وهنا فرض عليهم عقوبات على ناس كرتي وبسط حمدة وغيره حمزة أو غيرهم. طبعا هسه اليومين دول الجماعة خافوا ونزووا الكيزان، هم هنا كتايبهم الزمان ديك ما تعرف البرامي ما تعرفوا تكبير وتهليل بتاعهم المنافق بتاع النفاق داك. اليومين ده اختفوا